تركيا بين عجز الحرب وتفويض السلاح، حين يؤكد التصريح ما كتب عن إدارة الهزيمة بقلم صلاح الدين الكردي نوبار. لم يكن تصريح المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية مع انتهاء مهلة اتفاق آذار بين دمشق والكرد حدثا طارئا، بل لحظة كشف، لحظة أخرجت ما كان يدار في الكواليس إلى العلن، وثبتت ما كتبته سابقا بوضوح في مقالي: تركيا تبحث عن نصر كي لا تعترف بالهزيمة، أردوغان وإدارة الخروج من سوريا. ما قيل اليوم ليس تغييرا في السياسة، بل اعتراف متأخر بحقيقتها، حين تعلن أنقرة أنها ستدعم الحكومة السورية إذا قررت التحرك للحفاظ على وحدة البلاد، فهي لا تتحدث بلغة القوة بل بلغة التفويض. الدولة التي تملك قرار الحرب لا تنتظر قرار غيرها، ولا تمنح غطاء سياسيا لآخر كي يفعل ما تعجز هي عن فعله. التفويض في المنطق السياسي ليس علامة سيادة بل علامة عجز، هو انتقال من موقع الفاعل إلى موقع المتفرج الذي يحاول أن يحفظ ماء الوجه بتصريحات مدروسة. في المقال السابق قلت بوضوح إن تركيا لم تعد قادرة على تحويل التهديد إلى فعل، وإنها انتقلت من منطق الاجتياح إلى منطق الإخراج السياسي. تصريح وزارة الدفاع هو الترجمة العسكرية الدقيقة لهذا التحول، لا حديث عن عملية، لا إعلان عن قرار سيادي مستقل، بل دعم مشروط لأي خطوة تقوم بها دمشق. هذه ليست شراكة بل تحميل عبئا، وليست استراتيجية بل إدارة تراجع. الحديث عن متابعة مسار الاندماج عن كثب يكشف بدوره عمق الأزمة. المتابعة ليست سلطة بل تعويض عن غياب القدرة على الفرض. الدولة التي تراقب ولا تحسم تكون قد خرجت من مرحلة الفعل ودخلت مرحلة إدارة الخسارة. أنقرة لم تعد تمسك بالميدان فحاولت الإمساك بالسردية، لم تعد تفرض الوقائع فحاولت أن تضع نفسها حكما على نتائجها. أما اتهام الكرد بأنهم يطرحون اللامركزية والفيدرالية بدل الاندماج فهو قلب للمسألة لا توصيف لها. تركيا لا تعترض لأن الاندماج لم يتم، بل لأن أي صيغة سياسية لا تقوم على مركزية صلبة تعني انهيار النموذج الذي قامت عليه الجمهورية منذ لوزان. الفيدرالية هنا ليست خطرا أمنيا بل خطر وجودي على عقل الدولة، ولهذا تقدم بوصفها خروجا عن الاندماج، بينما هي في جوهرها خروج عن احتكار القرار. في مقالي السابق كتبت أن أردوغان لا يهيئ الداخل لحرب بل يهيئها لإغلاق الملف. تصريح وزارة الدفاع هو الإغلاق نفسه، لكن بصيغة رسمية، لا حرب تخاض ولا انسحاب يعلن، بل منطقة رمادية تدار بالبيانات والاتهامات. هذه المنطقة الرمادية هي أخطر ما تصل إليه الدول، لأنها لا تعترف بالهزيمة ولا تملك القدرة على النصر. المفارقة القاسية أن أنقرة وهي تتحدث عن وحدة سوريا تعترف ضمنيا بأنها لا تستطيع فرض هذه الوحدة بنفسها، تطلب من دمشق أن تقوم بالفعل وتمنحها دعما مشروطا في محاولة لتحويل الفشل التركي إلى مسألة سيادة سورية. هذا ليس دفاعا عن وحدة الدولة بل هروب من اختبار تاريخي لم تعد تركيا قادرة على اجتيازه. ما نشهده اليوم ليس تصعيدا بل تثبيت نهاية مرحلة. المرحلة كانت فيها تركيا تفرض إيقاعها على الجغرافيا، وانتهت بتركيا تراقب التحولات من خارجها وتحاول أن تحافظ على صورة القوة فيما تتآكل القدرة في العمق. من التهديد بالاجتياح إلى التلويح بالقوة إلى الصمت ثم إلى التفويض، اكتمل المسار الذي شرحته سابقا بندا بندا. لهذا لا يمكن قراءة تصريح وزارة الدفاع بوصفه بداية بل بوصفه خاتمة منطقية لمسار طويل من إدارة التراجع. الدولة التي تبحث عن نصر لغوي كي لا تعترف بالهزيمة تنتهي دائما إلى هذه اللحظة، لحظة الكلام بدل الفعل، والتفويض بدل القرار، والسردية بدل القوة. وهنا تحديدا يتأكد ما كتبته سابقا: تركيا لم تعد تواجه خصومها بل تواجه زمنها، والزمن الذي تغير لا يرحم الدول التي ترفض الاعتراف بتحولاته. بقلم صلاح الدين الكردي نوبار.